فضيحة تحكيمية خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي النسوي ضد منتخب نيجيريا. قامت حكمة المباراة بالإعلان عن ضربة جزاء لأنها كانت واضحة في الدقيقة 78 عندما وصلت اللاعبة غزلان الشباك لتنفيذ ضربة الجزاء. قامت الحكمة بالرجوع إلى الفار لتقوم بعدها بإلغاء ركلة الجزاء، وهي مهزلة وفضيحة تحكيمية خلال نهائي كأس إفريقيا للسيدات. ظلم تحكيمي كان واضحا، وضربة الجزاء التي كانت واضحة لصالح المنتخب المغربي النسوي. كل التقدير والاحترام للبؤات الأطلس، والقادم أفضل بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.